هل احنا وصلنا من الهيافة واللامبالاة ان احنا في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها الصعبة، ان الاستاد امبارح مثلا في ماتش اليد بتاع الزمالك، مش عارف ومين والله، بس انا بدور كده لقيت ماتش وجمهور كتير. تذكرة بكام؟ ب 100 جنيه مثلا. طب هل انت شغال بال 100 جنيه اللي انت دفعتهم تذكرة، ولا اخدهم من ابوك الشقيان التعبان؟ طب هل انت لما رحت شجعت دول اللي بياخدوا ملايين، انت استفدت ايه؟ طب هل انت لما بتتكلم ان الزمالك جاب عبد الله السعيد والاهلي جاب مش عارف مين، والصفقات اللي في الاهلي والصفقات اللي في الزمالك، انت استفدت ايه؟ ايه الاستفاده اللي عايده عليك؟ ما الناس لما بتفكر بعقل. الامريكان ما بيهتموش بكرة القدم عشان بيفكروا بعقلهم، ناس بيشتغلوا 24 ساعه. لكن احنا هيافتنا ان احنا بنتكلم في ان فلان راح الزمالك وفلان راح الاهلي، والاهلي خطف ب 17 مليون و20 مليون و30 مليون و40 مليون لشعب مش لاقي الجنيه. ناس بتقبض ملاليم بتدفع فلوس عشان تتفرج على ناس بتقبض ملايين. شفت العقلية اللي احنا فيها؟ يتوب علينا ربنا.